مساء الخير، عاملين ايه؟ النهارده عملت الجندوفلي بطريقه سهله جدا وحلوه قوي قوي، هتعجبكم. ده كان شكله طبعا بعد ما استوى. هقولكوا عملته ازاي. جبت الجندوفلي حطيته في طبق واسع وهو بيبقى مقفول كده. هو اساسا بيجي من عند الراجل مقفول بالشكل ده. تمام. هنقعه بقى في ميه، هامله الطبق ده كله ميه، وهسيبه من نص ساعة لساعة. وطبعا هغير له المية ايه كل حبة كده، يعني كل ربع ساعة، كل تلت ساعة اغير له المية عشان ينزل كل الرملة اللي فيه. ماشي. وهجيب حلة كده على النار، مش هحط فيها اي مادة دهنية ولا اي مية. دوت كان واحدة جندوفلي كده. انا فتحتها بالسكينة عشان اوريها لكم من جوه. وقطعت بصلاية وطماطماية وقرن فلفل كلهم مكعبات صغيرة. تمام. الفلفل اختياري، اللي عايز يحطه يحطه، اللي مش عايز خلاص. وفصين توم، وده نص ليمونة عصرتها عليه. هنزل بقى عليه وهقلبه كده كويس عشان كله كده ايه يبقى ميكس مع بعضه. تمام. هقلبه كده كويس، وبعد كده هنزل عليه برشة ملح ومعلقة كمون صغيرة اهو كده. وهقلبه بردك كويس، مش هحط عليه مية خالص لان هو هينزل ميته، والشوربة بتاعته بتبقى جنان. هقلبه كويس واغطيه واحطه على نار متوسطة. هو مش بيكمل دقيقتين 3 على النار. كده كان استوى. بصوا بقى طريقة السوا بتاعته، اول ما يفتح كده كله هو كده استوى، لان هو بيبقى مقفول. اول ما يفتح هعرفه ان هو استوى خلاص، مش بيكمل دقيقتين 3 على النار. ونزلوه على طول. هنا كان خلاص الجندوفلي بتاعي استوى. يا رب الطريقة دي تعجبكم، ولو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة.